واحد من أعظم اللي حكموا مصر وخلدوا اسمها في كتب التاريخ، الظاهر بيبرس. من عبد اتباع لحد ما بقى سلطان، ومن قائد بسيط لحد ما مسك زمام دولة كاملة. حياته كانت كلها مغامرة فيها خيانة وحروب وانتصارات، حتى موته فضل حواليه غموض. تعالوا نعرف حكاية الراجل اللي خلى القاهرة تبقى مقر الخلافة الإسلامية بعد ما كانت انتهت في بغداد، واللي حكم مصر 17 سنة وكان من أذكى وأقوى سلاطينها. في يوم من الأيام وقع كأثير بسبب هجمات المغول، واتباع كعبد واتنقل بالناس كتير لحد ما وصل لمصر، وباعوه للملك الصالح نجم الدين أيوب، وده اللي ضمه للمماليك البحرية اللي كانوا ساكنين على ضفاف النيل. بيبرس اتعلم زي زمايله فقه ودين وآداب عسكرية، بس كان عنده ذكاء وجراءة تخليه يسبق الكل، وفعلا لفت نظر سيده اللي أعتقه وخلاه أمير، خصوصا لما الكل ساب الملك الصالح وقت أسره، وبيبرس فضل معاه. ولما جه المغول يهددوا مصر بعد ما دمروا العالم الإسلامي من شرق لحد بغداد، ظهر اسم بيبرس كقائد عبقري. شارك في معركة المنصورة ضد الصليبيين، وكان ليه دور كبير في معركة عين جالوت سنة 1260، المعركة اللي كسرت غرور المغول لأول مرة. هو اللي قال لقطز نقتل رسل هولاكو عشان يقطع الشك ويشد عزيمة المماليك اللي كانوا مرعوبين، وهو اللي كان في مقدمة الجيش وجر المغول لسهل عين جالوت، وهناك كان الخصم المغول وقعوا لأول مرة، وابتدت الشام ترجع واحدة واحدة للمسلمين. وبعد الانتصار المفروض كان قطز يرجع بطل، بس الطمع والنفوذ قلبوا الموازين. الخلاف اشتد بينه وبين بيبرس، خصوصا بعد ما المماليك البحرية كانوا لسه شايلين من قطز بسبب قتلهم أقطاي زمان. المهم في طريق الرجوع للقاهرة، بيبرس ومجموعة من القادة غدروا قطز وقتلوه، وقبل ما يوصل الخبر بيبرس دخل الصالحية وقال أنا اللي قتلت قطز، واتلقب بالقاهر، وبعدها غيرها للظاهر، وبكده بقى سلطان مصر والشام والحجاز وكل البلاد اللي تحت راية المماليك. أول ما مسك الحكم كان عنده مشاكل كتير، ناس مولية القطز أو بقايا من الأيوبيين واضطرابات اقتصادية، وخطر المغول لسه شغال، فعمل حلول لكل ده. أول حاجة لغى الضرايب اللي فرضها قطز للحرب، وده كسبه قلوب الناس. كمان وزع مناصب على الأمراء عشان يأمنهم، وبعدها سافر لدمشق وحلب وسكت أي تمرد. لكن أهم خطوة كانت إحياء الخلافة العباسية في مصر. بعد ما المغول دمروا بغداد وقتلوا الخليفة، بيبرس جاب واحد من نسل الخلفاء العباسيين أبو القاسم أحمد وبيعه خليفة، وبكده بقت القاهرة العاصمة الرسمية للخلافة الإسلامية. واستمر الوضع ده لحد ما جه العثمانيين سنة 1517. الحرب لآخر نفس، بيبرس ما كانش بيهدى، لا مغول ولا صليبيين ارتاحوا في عهده. حارب المغول، وعلى الجبهة التانية حارب أيضاً الصليبيين، وهو كمان كان أول سلطان مملوكي يقعد بنفسه في دار العدل ويفصل بين الناس ويشوف مظالمهم. ولما حصل غلاء في مصر وزع الفقراء على الأغنياء وأجبرهم يطعموا الناس، واهتم بالزراعة لدرجة إن بساتين القاهرة بقت تضاهي بساتين الشام. وبعد ما رجع من حملته الناجحة على الروم تعب بيبرس فجأة لحد ما مات يوم 28 محرم سنة 676 هجرياً و1277 ميلادياً. في روايات بتقول إنه مات مسموم، وده مش مستبعد. اتدفن في دمشق وبنوا على قبره المدرسة الظاهرية، ولسه اسمه بيتقال بكل فخر لحد النهاردة. الظاهر بيبرس ما كانش مجرد سلطان، ده كان حاكم بيفكر ويخطط وينفذ.